بونا سيرا، مساء الخير، عاملين ايه؟ شرم الشيخ جامدة جدا. أجمل حاجة لما الشعب يقف جنب بلده. أنا لسه راجع من أسبوعين من شرم الشيخ، وشفت إزاي المصريين بكميات كبيرة جدا غزوا شرم الشيخ. أنا قبل ما أسافر بره كنت شغال في شرم الشيخ، وكنت شايف إن عايز أقولها كده الإي كلاس بس هو اللي بيروح شرم الشيخ. دلوقتي بقى أي حد ممكن يروح شرم الشيخ. كانت عبارة عن شرم الشيخ منطقة معزولة عن مصر. أنا بتكلم قبل الثورة. كانت اللي بيروح شرم الشيخ ده الإي كلاس بس، أو اللي شغال في شرم الشيخ. دلوقتي رحت لقيت ان هم واقفين بجنب مصر، يعني في السياحه لما كانت ان شاء الله السياحه هي راجعه وراجعه بقوه جامده جدا، والطلاينه رجعوا تاني وروسيا واوروبا كلها والانجليز والمان، ولقيت ناس كتير قوي. بس المصريين كانوا يعني زي ما تقول ايه في جميع فنادق شرم الشيخ، والمنظر كان حلو جدا وعجبني جدا ان لقيت مصريين في كل حته بيقضوا الاجازه بتاعتهم في شرم الشيخ. انا قلت زمان قبل لما اسافر اوروبا كانت شرم الشيخ محدوده بس عن الاي كلاس او المصريين اللي هم ايه اغنياء نقولها كده. دلوقتي بقى اي حد ممكن يروح شرم الشيخ، بس في ملحوظه صغيره. لازم نظهر بمنظر كويس. ان انت تنزل الميه او تتعامل في اجانب حواليك بيتفرجوا علينا، فما ينفعش يعني الاقي واحد بجلابيه نازل الميه يعني. المنظر كان يعني مايو، نلبس لبس بحر، في كمان مايو الشرعي دلوقتي بالحجاب، والمنظر ده بيبقى شكله حلو جدا. فيا ريت يا ريت اللي بيروح شرم الشيخ نظهر بمظهر نبين ان مصر والمصريين بمظهر كويس. بس هو ده اللي انا عايز اقوله. تمام، هنخش في موضوع حلقتنا بسرعه، ونخش على حلقتنا وحلقه جديده من برنامج ايطالو ايجيتسيانو او طلياني مصري على قنواتنا، قنوات بانوراما فود، الاجمد والاشيك والاقوى من الميديا اورينت. يلا بينا نخش اوضه العمليات عشان عندي النهارده مواضيع كتير عايز اقولها لكم. يلا بينا يلا بينا. طبعا النهارده في حلقه النهارده انا اسف بوناسيرا باولو النهارده بسلم عليه طبعا، صديقنا اللي هيبقى موجود معنا في البرنامج، وقلت على طول النهارده معايا طبق لذيذ من آية فتحي من المعادي. النهارده آية، ومعايا برضو هبة من دقي، النهارده القاهرة محتلة الحلقة النهارده بتاعت حلقة النهارده. آية فتحي من المعادي، الطبق بتاعها عايزة قطعة دجاج بالسويت اند ساور. ده طبق ايطالي، بس مش ايطالي، هو مشهور اصلا في العالم كله، يعني ممكن لو دخلت اي مطعم في اوروبا هتلاقيه. هنعمله، هقول مقاديره دلوقتي، بس انا مش عارف ليه يعني موضوع آية، هبة، سارة، منى، يعني هاتولي راجل يعني. يعني ماشي اوكي، انا عايز برضو عايزين برضو الرجاله تخش برضو وتقول. انا بشوفهم في الصفحه ابعتوا لي طبق اعمله لكم عادي، عشان اقول بس ايه احمد، اقول سمير، اقول محسن، اقول اي حد، بس عايزين يعني مينا، عايزين نظبط يعني. ماشي يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نخش على طول على المقادير بتاعتنا ونقولها، ونقول معايا النهارده معايا قطع فراخ او طعم مكعبات، معايا عسل، معايا الصويا، معايا سكر، معايا شطه، معايا بابريكا، معايا نشا، معايا توابل، معايا الثوم الباودر، اوكي، ومعايا العسل طبعا زي ما قلت لحضراتكم. مكوناتها غريبه شويه، بس ايه انا مع الحلقه هظبط لكم واقول لكم بتتعمل ازاي، عشان الطريقه مختلفه شويه وعايزين نحط حاجه قبل حاجه، فهيبقى الموضوع مهم عشان خاطر آية فتحي نعمل لها الطبق الظريف بتاعها اللي هي طلبته مننا، وان شاء الله يا رب يعجبها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هنحط شويه زيت زيتون، الطبق ده ظريف جدا. ما تزعلوش مني من موضوع شرم الشيخ ده، عشان انا بخاف على بلدي،
ومنظر حلو. انا بقول له بامانه تحيه، يعني تحيه كبيره للمصريين. ازاي يعني في قمه ان السياحه لسه ما رجعتش زي الاول، وراحوا رايحين ووقفوا جنب بلدهم وملوا الفنادق بتاعت شرم الشيخ، عشان برضه العماله اللي شغاله هناك والناس اللي شغالين هناك ما هم مصريين، كلنا مصريين، فلازم نقف جنب بعض لغايه ما السياحه ان شاء الله هترجع وهتبقى احسن واكتر من الاول ان شاء الله. بس بامانه تحيه من هنا لمحافظ جنوب سيناء، والمنظر الجميل جدا جدا جدا. المصريين وهم احنا مصريين، نفس المصريين اللي كانوا في شرم الشيخ هم المصريين اللي عايشين في القاهره وعايشين في اي مناطق تانية في مصر. الشوارع نظيفه، مفيش حد بيرمي حاجه، يعني عايشين زي الاجانب. بس هو بس الملحوظه اللي انا لاحظتها ان هم لما بيروحوا البلاج او على الشاطئ يعني في بعض التجاوزات، يعني عايزين برضو ايه نلاحظها برضو عشان المنظر العام، عشان لما الطفل او الولد او السائح لما بيرجع بلده بيتكلم. انا كنت ببقى قاعد مثلا في ايطاليا، ولما ببعت الناس اقول لهم روحوا شرم الشيخ، روحوا مش عارف عايز جميله، روحوا مرسى علم، المناطق حلوه في مصر والبحر حلو والميه حلوه، كانوا بيروحوا وبيرجعوا لي يقعدوا بقى بيقولوا حاجات حلوه كتير جدا. والله حاجات كتير حلوه، وبقى فيها شويه ملاحظات صغيره كده بيقولوها لي، وانا طبعا بدافع طبعا عشان انا مصري، انا مش ايطالي اصلا، ف حتى معايا الجنسيه بس انا مصري. تمام. الزيت بتاعنا زيت الزيتون اهو، اخش عليه بالفراخ على طول، قطعتها قطع مكعبات صغيره. الطبق ده بيتعمل بالقطع الفراخ كده. ما في ناس هتقول لي طب ما نعمله لو معايا فرخه صحيحه ممكن اقطعها قطع واعملها، مش هيبقى كويس. انا بحبها باخدها بالفيليه او الفراخ البانيه، وبتتعمل بالطريقه دي بيبقى طعمها حلو جدا. تمام. عايزين بس نجيب شويه بوله صغيره ونحط فيها شويه ميه. ده توم باودر، طبعا انا حطيت الميه اهي. الميه استخدمها في التوم الباودر، انا هنا ما بستخدمش عشان معايا السوية. لو حطيت التوم مكعبات او مفروم حتى هيبان، يعني مش عايز اديله الحته دي، عايز اديله ايه، بصوا كده زي ما عملت كده بالظبط، عايزكم تعملوا. طبعا في فرق كبير بين التوم الباودر او التوم المفروم والتوم الصيني. حلوه حكايه التوم الصيني دي. والله غريبه قوي، الصين بيعملوا كل حاجه. اوكي خلصنا التوم بتاعنا. تمام. بص الفراخ ابتدت تستوي معايا اهي. آية فتحي، آية فتحي هي اللي عايزه الدجاج، وهبه عايزه الطبق الثاني اللي هو مكرونه بالكاري. طبعا هنعمله في قدام في الحلقه بعد كده يعني في السيجمنت الثاني. بس آية هي اللي عايزه الفراخ بتاعتنا دي النهارده. مش عارف انت كلتيها فين، في الجزء الثاني من الحلقه هنقول فيه الطبق بتاع الكاري. تمام. ابتدت اهي تاخد معايا. عايزه بقى اديها شويه ملح وفلفل دلوقتي بسرعه. اوكي، شويه ملح وشويه فلفل اسود
واو. بيطلبوا طلبات كتيره جدا، عايزين اطباق كتيره، تمام؟ تابعوا اكتبوا اللي انتوا عايزينه، انا هعمله لكم، مفيش اي مشكله، انا هنا شغال عشانكم انتوا مش عشان حد تاني. والاطباق المختلفه الغريبه اللي بنعملها انا بحكم انا عايز اعمل لكم الحاجات السهله، يعني بحاول اعمل لكم الحاجات سهله، بس انا اقترحت عليكم ان انا نضم صوتنا لصوت بعض، واللي عايز حاجه واقتراح اي حاجه بعملها له في الاخر عشان ارضي جميع الاذواق، والناس اللي بيعجبها اي طبق بتعمله وبتكتبه وبتعمل الصوره بتاعته وبتبعته على الصفحه بتاعتنا، ده بيبقى ايه حافز كبير لينا ان شاء الله عشان نعمل كل اللي يعجبكم. والحمد لله جمهور بانوراما فود بقينا كتير كتير قوي. تمام، دي بقى التوابل بتاعتي. وات ايفر انت مثلا عايزه تحطي بهارات كمون، في بهارات فراخ ممكن تحطيها، بس انا بقى زي ما قلت لكم بعمل ميكس ما بين التوابل كلها واحطها من غير ما ايه اخرج عن ايه يعني احاول بعمل فراخ يبقى خليني في منطقه الفراخ، ما اخرجش بقى واخش بقى لحوم بهارات لحمه او بهارات سمك، طبعا مش هيديني الريحه اللي انا عايزها. مع ان في ناس بتعملها والله العظيم بيبقى طعمها حلو، يعني مثلا كنت بيعمل لحمه ويحط عليها بهارات سمك. انا شفت ناس بتعمل كده، ليه مش فاهم. تمام، حطينا التوابل بتاعتنا، هخش عليها بشويه بابريكا، الشطه حسب الطلب بقى انت براحتك. انا بحب الشطه الزياده. تمام. بص اللون بقى عامل ازاي. نحاول بقى على قد ما نقدر نخليها تنشف معانا او تتحرق، وبالذات لما بتحطي الشطه او بتحطي اي حاجه او الخل او الحاجات الجنزبيل تبقى يعني بعيد عن او الاطفال عامه يبقوا بعيد عن المنطقه دي عشان الريحه بتخش في العين وبتحرق وبتخلي تدمع، فبحاول على قد ما اقدر اخليني بعيد عن الايه عن الطاسه زي ما انتم شايفين. بص اللون بيتغير ازاي، وبتبتدي تعمل معايا حاجه زي كريمه. لسه بقى الكريمه دي هتتظبط ازاي لما اجي احط لها النشا. هنا في نشا وفي سكر وفي عسل، مع اني كنت عايز عسل بس المقادير فيها السكر كمان، فمش هحط منه كتير بصراحه، هحط منه شويه صغيرين كفايه كده. شايفين المنظر، تبتدي تعمل معايا الكريمه اهي. اوكي، هبتدي بس اظبط لها الطبق بتاعها. ده طبق سهل وبسيط. طبق سريع يا آية، عملناه بسرعة. تمام. شايفين الكريمه بتعمل ازاي؟ وبص اللون. طيب ماشي، قبل ما احط معايا لسه العسل، معايا الصويا، تمام، ومعايا النشا. هتروحوا لي فاصل صغير وترجعوا لي بسرعه عشان احطهم على الطبق الفراخ بتاعتي واقدمه لكم بسرعه، وكده يبقى خلصنا الطبق بتاع آية وهنعمل الطبق الثاني بتاع الدقي. اشوفكم بعد شويه، يلا.
ورجعت لكم بعد الفاصل. الريحه يا جماعه تحفه بامانه. معايا حطيت البابريكا، الشطه، الملح، الفلفل، التوابل بتاعتي، وحطيت معلقه سكر، وفاضل معايا عسل ونشا وصويا عشان نعمل طبق بتاع المعادي. طبعا في ناس بتزعل كتير، انا هديها بس شويه. في ناس كتير بتزعل تقول لي، بتقول اسماء بنات وسيدات ومفيش رجاله. والله العظيم اول راجل هيبعت لي طبق انا هعمله له ان شاء الله ومفيش مشاكل يعني. تمام. فاحنا هنعمل حاجه حلوه. معانا طبق المعادي ومعانا طبق الدقي، ماشي؟ هنقضيها كده بقى. اوكي. هنعمل الاول طبق بتاع المعادي. ما تزعليش يا ايه، مش عايزين نزعل حد مننا. ادي طبق المعادي، وانا بقول المعادي وبكرر المعادي كتير عشان انا اصلا كنت ساكن يعني اتولدت هناك وساكن في المقطم دلوقتي. المهم فهنخش عليها بالصويا اهو زي ما انتم شايفين. واو. وبعدين في بقى ايه، تقول لي ايه، ما تحط النشا في الصويا وقلبهم مع بعض. ماشي مفيش مشاكل، بس انا ايه عملت كده وهحط عليها ايه شويه نشا اهم صغيرين كفايه كده. وبعدين هخش عليهم بالعسل بتاعي الابيض. في حاجه تاني برضو ممكن تحصل لو انت عايزه يا ايه ما تحطيش العسل كده على طول. ممكن بعد ما تعملي الطبق تغرفيه وبعدين تحطي العسل عليه من الوش. ماشي مفيش مشاكل. او تعمليه كده عشان يعمل لك ايه زي ايه دريسنج كده، او الكريمه زي ما بيقولوا بتبقى احسن شويه. انتوا دلوقتي مع النشا والحاجات دي كلها هتشوفوا دلوقتي منظر جميل جدا. ثواني بس اربطها، بس اخليها تربط معايا وهتشوفوا منظر جميل جدا. حتى اهو لو المخرج بتاعنا الجميل او الاساتذه المصورين، بص المنظر، بص عاملين زي كراميلا. شايفين كراميلا؟ بص كله ربط مع بعضه ازاي. بص المنظر يتحول في ثانيه. بص المنظر ده بقى يتعمل بيه سندوتشات. واو. بصوا ظريف جدا، طبق ظريف جدا. تمام. هاخده كده بعيد شويه وابتدي اغرفه. طبق صغير ظريف بسيط جدا، مش محتاج اي حاجه، هو بس مكوناته تحفظوها وتكتبوها ويبقى ايه 100 100. نخش على طبق ايه الدقي بتاع هبه احمد. تمام. طب نقول مقاديره. طبعا انا حطيت الميه بتاعتي دي تسخن عشان المكرونه. دي بقى ايه مكرونه بالكاري والفلفل الالوان. هنا اخترت القواقع. احنا اتفقنا وخلينا على طول مع المبدأ ده ان في اكلات ما ينفعش فيها الباستا لونجا زي ما بيقولوا بالايطالي، اللي هي الايه المكرونه الطويله، وفي اكلات بينفع فيها المكرونات العاديه. فنحاول يعني مثلا القواقع، الفوسيلي اللي هو السوسته ممكن بدل القواقع، المكرونه المقصوصه ماشي مفيش مشاكل. لكن ما ينفعش بقى اكله زي دي احط لها مثلا سباجيتي او مكرونه شرايط او فوتوتشيني، مش هتديني ايه نفس الطعم. فنحاول ايه على قد ما نقدر. وفي اكله يعني كريمه او صوص ينفع مع الباستا اللونجا والايه والباستا الايه الصغيره، ما فيش مشاكل، بس بيبقى في فرق بينهم هما الاثنين. تمام معايا متابعيني؟ اوكي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول الطبق بتاع الدقي اللي هي مكرونه بالكاري والفلفل. انا اخترت المكرونه القواقع. هنقول مكرونه قواقع، معايا كريمه، معجون طماطم، معايا الكاري، معايا جزرايه مبشوره، معايا البصل، ومعايا الفلفل الالوان اللي هو اخضر احمر اصفر، مفيش ابيض مع اني زملكاوي. ما علينا. المهم الميه بتاعتي اوكي تسخن. طب يلا نخش على طول في المقادير بتاعتنا ونظبط الطبق بتاعنا. الميه بتسخن اهي. تمام. يلا بسرعه نلبس الكلافز عشان نخش اوضه العمليات ونعمل طبق القواقع بالكاري بتاع الدقي.
خلاص اتفقنا، مش هنقول اسماء تاني ما تزعلوش مني، هنقول مناطق. بس برضه شكلها وحشه، لازم نقول اسماء، فيها ايه يعني؟ بنحفز الناس لما اقول اسم اللي طالب الطبق بيحفز، يعني بيخلي المنظر حلو. تمام، لبسنا الكلافز بتاعنا. تمام، الزيت بيسخن، نخش على طول. اول حاجه هنخش بيها البصلايه الظريفه هي واختها. باولينو عامل ايه؟ تمام؟ ده بيبص عليا والله العظيم، يعني اللي حط الكوادرو بالايطالي، يعني اللوحه. يعني شايف البص على طول، كان بيبص لي بجد والله. ماشي يا باولو، اصغر طباخ في ايطاليا يا جماعه. تمام، خدنا البصلايه. ولا البصلايه بتاعتي نديها شويه. مكرونه اول ما تخلص الحلقه عايزكم على طول ما بين الطبق. اول ما تخلص الحلقه عايزكم بسرعه تخشوا على الصفحه وتكتبوا ارائكم في الحلقه واللي عايزينه في الحلقات الجايه ان شاء الله، وانا هسمع وهلبي كل رغباتكم ان شاء الله. حاجه عايز اقولها بجد بجد بجد، عايز اشكر برضو الشيفات المصريين اللي موجودين في شرم الشيخ. معلش انا بقول كتير شرم الشيخ، يعني بغلط عشان هي بالايطالي يقول لك شرم الشيخ، لكن احنا مصريين بنقول شرم الشيخ. ف افتكرت حاجه في ايطاليا لما تيجي تقول فهم على طول يقول لك ايه، العرب لما يجوا يكملوا الخاء دي، فهم ما عندهمش حروف الخاء، فيقول لك شرم الشيخ. ف الشيفات بجد اللي موجودين في شرم الشيخ بامانه عالميين عالميين والله. المصريين دول لما بيعملوا حاجه والله اساتذه. انا بشوف الجست اللي كنت في الفندق اللي انا كنت قاعد فيه، الجست وهو متعامل مع الشيفات، والشيفات بطريقه لذيذه جدا، ومبتسمين وبيهرجوا وبيضحكوا معاهم، واي طفل عايز حاجه من البوفيه بيروح هم يجيبوها له، يعني جو بيبقى حلو جدا، يعني عاجبني والله العظيم. هم الشيفات المصريه بامانه يعني شابو، بالذات اللي شغالين في شرم الشيخ بامانه بيتعاملوا مع الجست بطريقه لذيذه جدا. وعلى فكره السيرفيس المصري عامه متفوق كتير عن السيرفيس الايطالي، ده ممكن اقولها بامانه. ماشي هنقول بقى المطبخ الايطالي احسن مطبخ في مش احسن مطبخ، يعني رقم واحد او من الاوائل المطابخ في العالم، عشان في كل العالم تلاقي مطعم ايطالي، بس السيرفيس او المعامله المصريين متفوقين على الطلاينه بكتير. ليه بقى؟ هم عندهم يعني تلاقي المصريين متجاوبين، لو الشيف مثلا عايز حاجه بيجيبها له، لكن هم هناك نيرفز شويه، يعني فاهم، بيتخنقوا بسرعه مش زينا، احنا عندنا شويه طولة بال شويه. انا بتكلم في المطبخ. طيب هخش بالفلفل الاخضر بتاعي، وقبل ما اقطع الفلفل التاني الاحمر والاصفر هنروح لفاصل صغنطط وارجعوا لي بسرعه. نون كومينشو سينسا فوي، مش هبدا الا بيكم.
ورجعت لكم بعد الفاصل. بس انا بس شلت الطاسه عشان الفقره الاعلانيه، وبعدين رحت هحطها تاني اهي قدامكم عشان اكمل باقي فلفل الالوان بالطبق الدقي. اوكي، والله بنسى الاسماء، والله بنسى الاسماء، والله بنساها. بتاع احمد، هبه احمد. اوكي ماشي هبه اهو، قلت احمد. عايزين بقى احمد ومحمد يبعتوا لي اطباق عشان اعملها لكم بسرعه. تمام. حطينا فلفل اخضر، فلفل اصفر. مش لازم يعني اقول فلفل اخضر وفلفل احمر، انتوا شايفين يعني، انتوا شايفين. انا ما بحبش البذر طبعا زي ما انتوا عارفين، بس هو ايه، نفضه بس شويه. طبعا انتوا عارفين دي ايه من المحظورات بتاعتي، ان انا ما بحبش الفلفل، البذر بتاع الفلفل. ولا تمام. هي الميه دي مش هتسخن النهارده ولا ايه؟ باولينو، الميه مش هتسخن ولا ايه؟ تمام. عقبال ما احنا نعمل الفلفل بتاعنا ونظبطه ونحط الحركات بتاعتنا، والسكينه اصلا دي عايزين نغيرها. تمام يلا. تمام خلصت. اوكي. انتوا بتجيبوني ولا بغسل ايدي؟ عشان في ناس عملت كومنتات قالت لك انت ما بتغسلش ايدك. مش عارف اعمل لهم بلبس كلافز، بغسل ايدي، بغير سكينه، بغير بلانش كل شويه. اعمل ايه اكتر؟ وبغسل سناني. مش فاهم اعمل ايه اكتر من كده يعني. ايه يا جماعه؟ اوكي. فلفل الالوان بتاعتنا، البصل هنخش عليها دلوقتي بالكاري. بس هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حاجه ظريفه جدا بقى، حاجه شيك شويه. طبعا هنحط شويه ميه هنا، فنعمل ايه بقى؟ نعمل ونقول بالايطالي سيم سالادين. سيم سالادين يعني ايه؟ نجيب بوله كده ظريفه، والمعلقه بتاعتنا نحط فيها شويه كاري. خلي بالكم من الكاري عشان الكاري بيبقى طعمه حادق شويه، فقللوا الماء. انا لسه ما حطيتش ولا ملح ولا فلفل. تمام، فقللوا. انا حطيت كتير يعني، ان شاء الله ما حد يحوش. تمام. هنخش عليها بس ايه بقى؟ الكرو بتاعنا بيحب يدقق في كل التفاصيل بتاعه المطبخ، فبيحبوا ايه بقى؟ كل حاجه تبان قدامكم. عشان كده بتحسوا ان انتوا ايه لما بتتفرج على الحلقه بتجوع. فهو ده ايه الهدف من ان انا اجيب كل تفاصيل اللي انا بعمله. انا دوبت اهو، منه يخلي الفلفل بتاعي مندي، ومنه ان انا حطيت الميه وفي الكاري طبعا. تمام. الاول هخش عليه الجزر المبشور بتاعي اللي انا بشرته. اوكي. واو.
عايزين بقى ايه، نخش عليه بشويه ملح وفلفل. ما نحطش ملح كتير عشان الكاري. تمام. المكرونه بتاعتي استنى دقيقه بس وبعدين نقلبها عشان ما تلزقش معايا. مع ان الحاجات دي كويسه جدا ان هي بصوا بيبقى فيها يعني مش محتاجه ان انت تصفيها، هي جاهزه على طول، تخليها كده وتاخديها على طول في الحله مباشره، فبتبقى جميله يعني. لو ما عندكيش عادي عندك مصفى تصفيها، بس على طول بسرعه اول ما تصفيها تصفي المكرونه على طول تخش ايه في البادل او الطاسه بتاعتنا. معايا انت يا حاج ولا ايه الاخبار؟ تمام. الكاري واو. وبعدين اخش عليه بالمعجون بتاعي، معجون الطماطم. لو ما عندكيش معجون طماطم حط الصلصه، عصير الطماطم. في الحاله دي هتطلب معاكي ان انت ما تحطيش ميه بقى، او دوبي الكاري مع عصير الطماطم. اوكي تمام. تمام. عايزين بس مخرجنا الجميل يوريهم الطبق تاني بتاع المعادي بتاع آية. عقبال ما اخلص طبق هبه الدقي. حسينا في ميكروباص معادي دقي ايه وانا تمام. ماشي يا شكري. شايف مفيش خالص. ده كله مع مكرونه الكواكع. عشان كده بقى تخيلوا بقى، انا قلت لكم في اول حلقه مش عايز الباستا اللونجا اللي هي الشرايط او الاسباجيتي. ليه بقى؟ بصوا المنظر عامل ازاي. تخيلي بقى في الاسباجيتي او في المكرونه شرايط او الفوتوتشيني، فمش هتديني الصوص، واصلا الفلفل الوان طويل برضه هو كمان، فمش هتديني الطبق اللي انا عايزه. فلازم استخدم في الحاله دي مكرونه مقصوصه، قواقع، قلم، مفيش مشاكل. اي باستا كورتا او قصيره. بس الريحه كمان يا جماعه واو 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 واو. بعد كده بعمل لكم بقى شويه عصير النهارده. بيرفكتو بيرفكتو. تمام. عقبال ما الميه تسخن بس والمكرونه بتاعتي تسخن عشان احطها في المكرونه، هنروح لفاصل صغنطر قد كده، وبعدين ارجعوا لي عشان نكمل الطبق، وبعدين احط لكم العصير. تمام. نون كومينشو سينسا فوي. مش هبدا الا بيكم. ورجعت لكم بعد الفاصل، والمكرونه بتاعتنا الحمد لله وصلت لبر الامان، عشان غيرت المكان بتاعها اكيد. بس هاخد بس معاها شويه ميه كده عشان تتظبط معايا وتربط معايا. تمام. وبسرعه نديها التقليبه الاخيره قبل ما نغرفها. عملت كتير النهارده عشان الجماعه اللي معايا في الاستوديو ما اتغدوش النهارده،
فقال لي يا ياسر زود شويه، بلاش العينات اللي انت بتعملها لنا. فبدات بالفراخ، وهم شافوا الفراخ فلقوها صغيره، قال لك هناكل ايه بقى؟ فقلت لهم لا مالكمش دعوه، ما تخافوش، حاطط لكم اهو كيلو مكرونه ممكن تاكلوه عشان خاطر هبه الطبق بتاعها. اجمل حاجه في كده بقى لما ايه الصوص بتاعك يبتدي يربط معاك. تمام كده، تمام تمام. بصوا الشكل بقى عامل ازاي. تمام. ده بقى عايز له ايه؟ سيرفيس كبير كده حلو لذيذ. ولا لازم نحط حاجات ما تليقش بالحدث. تمام كده، ولا حد بيرد عليا. تمام. طبق آية معادي، طبق هبة الدقي خلصناه. نخش بقى العصير بتاعنا، عصير ظريف جدا اللي هو سموث موز بالجوز الطيب. هنعمله ايه بايه؟ هنعمله معانا لبن، معانا موز، معانا شويه تلج، معانا شويه عسل، معانا الفانيليا، ومعانا الزبادي. تمام؟ تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وايه نظبط. الجهاز بتاعنا مظبوط اهو جنبنا. تمام تمام. كلوفز عشان ايه في موز، وهنبتدي نعمل الحركات. قالوا لي نقشر لك الموز في الاول، قلت لهم لا، لو قشرنا الموز في الاول هيسود ويبقى منظره وحش، فعايزين نعمل حاجه قدام الجمهور بتاعنا الجميل اللذيذ. وبشكر برضو مدام هدى اللي متابعه البرنامج، وعلى طول ملاحظات كل يوم. مدام هدى تكتب لي ملاحظات. لا ما بقولش كده عشان حاجه، لا بجد والله انا معجب بالموضوع ده جدا. فمهتمه قوي بالبرنامج لدرجه ان هي بتدقق في كل تفاصيل البرنامج وبتبعت لي كل حاجه بعملها خطوه بخطوه، ولو في اي ملاحظه بتقولها لي، ودي حاجه كويسه جدا عشان مش كلنا يعني مفيش حد فينا ما بيغلطش يعني اكيد يعني. ولا بس انتوا عارفين اللي عاجبني في الموضوع ده كله ايه؟ الطبق بتاع المعادي ده، واو، ده بقى يتعمل في سندوتشات بيبقى تحفه. طبعا هعمل كده، كل ده هيقع دلوقتي هيبقى منظري وحش. انا مش عارف انا ليه بعمل شغل الباليه ده.
والله انا بعمل حاجات غريبه. ولا حلوه الراجعه دي. المهم حطينا الموز بتاعنا. تمام. انا بعشق الموز باللبن، واو. بس انا النهارده هحط عليه تلج وزبادي، يبقى ايه، عملت عصير جديد. عدوها بقى، ما تقعدوش تقفلوا على الواحده. تمام. ننزل الزبادي الاول، يلا. يلا ننزل العسل بتاعنا. ايوه قلت لك ان الزبادي من غير ميه. حلو الديفو ده. وحطيت لك بقى شويه زبادي من فوق اهو. بس ايه رايك في المنظر ده؟ واو، شغل باليه النهارده. بس شفت الحركه بتاعت الموز؟ ايه رايك؟ الموز علينا حق. قلشت منك دي بصراحه، بايخه قوي. تمام. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. تمام. فانيليا. طب ما نكمل بقى الحركه. يلا يلا يلا. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ده بيطرطش ومغرق الدنيا. اوكي يلا. بنيجي في اخر الحلقه ونقعد بقى ايه، نهار. طيب هشغل ده مش هعرف اتكلم كتير، فاتفرجوا على الاطباق عقبال ما انا ايه، او اتفرجوا على الموز وهو بيلف. نقعد ساعه، بضيع وقت، اصل فاضل وقت كتير، فقالوا لي طول شويه، بس مش هينفع اقعد بقى اقعد نعمل كده. فاضل دقيقه بس، يلا بسرعه 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 قبل الحلقه ما تخلص. الحلقه هتخلص، هتوحشوني والله. صحيح فكرتوني. زي ما بتبعتوا اطباق كده وجدعين وكويسين وشطار، وبتبعتوا اطباق وعايزين مش عارف ايه وعايزين ايه، ابعتوا برضو قولوا عايزين عصير. ما اقعدش انا بقى ايه كل يوم نالف عصير جديد. ابعتوا برضو قولوا عايزين عصير مش عارف ايه بايه، رحت المطعم الفلاني وشربت عصير بالنكهه الفلانيه، وانا اعملها لكم هنا، ونتفرجوا مع بعض ونعمله مع بعض ونعيش اجواء المطبخ الايطالي مع باولينو او باولو، اصغر شيف في ايطاليا اللي موجود معانا على طول. وعايزين بقى نغير الاكل اللي هو بيعمله، عايزين نغيره، نجيب له حاجه تانية يحطها فيها، بلاش دقيق بقى، خلاص زهقنا من الدقيق. تمام. عملنا الطبق بتاع هبه من المعادي، لا ايه من المعادي وهبه من الدقي. الفراخ عملناها بالسويت اند صور، وعملنا المكرونه بالكاري والفلفل الالوان، وعملنا عصير الموز بتاعنا الظريف ده اللي بايه، بالجوز الطيب. تمام. طبقين سهلين معاهم العصير بتاعهم، حلقه حلوه صغيره لذيذه قبل دخول المدارس، وقبل ما نروح ولسه راجعين من الشرق. تابعوني على صفحه بانوراما فود او صفحه الشيف ياسر فضه، انستجرام، جوجل بلس، تويتر، فيسبوك، يوتيوب. تمام. برنامج ايطالو ايجيتسيانو او طلياني مصري على قنواتنا، قنوات بانوراما فود. قلنا ايه بقى؟ الاجمل والاشيك والاقوى في الميدي اورينت، في الشرق الاوسط. تشاو ماما.